خلي بالك بقى يا معلم، عشان ما فيش حاجه اسمها استغفر الله العظيم، اسمها استغفر الله العظيم. وعشان ما تقعش في الخطأ ده تاني، انا جاي النهارده افكرك بقوه وفضل استغفر الله العظيم. يكفي بس انك تكون عارف قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وعد من ربنا سبحانه وتعالى ان ما فيش عذاب خالص للمستغفرين، وكمان وعد من ربنا سبحانه وتعالى للمستغفرين ان لهم متاع في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. كمان الاستغفار ده هو المنبه لينا لما بنغلط او قلبنا بيغفل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: وانه لا يغان على قلبي، ويغاني على قلبه بيغفل عن الذكر، واني لا استغفر الله في اليوم 100 مره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر 100 مره في اليوم. واخر حاجه لازم تعرفها عن الاستغفار ان الاستغفار هو مصدر كل خير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. تحس في اخر ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعاتبك ويقول لك: انا سامع الاستغفار اللي ده في بقك، انا سامع الاستغفار اللي اتشوه في بقك ده، انا سامعه وانت بتقوله. فعشان كده ما تبخلش في الاستغفار واستغفر صح. ولو عايز مال استغفر، ولو عايز بنين استغفر، ولو عايز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك استغفر، ولو عايز ربنا سبحانه وتعالى يديك متاع في الدنيا برضه استغفر. وما تنساش تصلي على النبي: والدال على الخير كفاعله. سلام.